كنبغي نهز التليفون غير 5 ديال الدقائق، حتى كنلقى راسي ضيعت ساعتين غير كنسكرولي وطالع نازل. في الاول كتبدا غير بشي نوتيفيكاسيون كتوصلني، ولا كنكون جالس حتى كنقول نهز التليفون غير 5 ديال الدقائق نطلع لها نشوف شنو كاين، ولا نشوف الريجات اللي مصيفطين لي الدراري صحابي ولا الميمز. حتى شويه كنلقى راسي من تيك توك الانستغرام طالع نازل طالع نازل وما قادرش نحبس. وحتى فاش كنرد البال، وهذا هو المشكل، حتى فاش كنرد البال وكنبغي نحبس ما كنقدرش نحبس. والمشكل هو ان هذا الشيء كيوقع ليا كل نهار وبزاف ديال المرات في النهار، وكنبقى بحال هكا نهار كامل. وفاش كيوصل الليل وكنبغي الناس كنلقى راسي ضيعت بزاف ديال الوقت، وشحال من حاجه كان خاصني نديرها في ذاك النهار ما درتهاش. في الاول كنت ديما كنسبها في الوقت، كنت ديما كنقول ناري الوقت كيطير بالزربه، ما بقاش كتقدني 24 ساعه، نهار ما بقاش فيه البركه. وديك الهضره راك عارف ديما خاصنا نقلبوا نلصقوا في شي حاجه. المهم ماشي حنا عمرنا حنا كنغلطوا. حتى واحد النهار هزيت التليفون وانا نمشي لديك البلاصه اللي كتشوف فيها الوقت، شحال ديال الوقت كدوز في التليفون ديالك، ديك الطون ديكرون، وانا نتصدم. ما كاين غير 3 4 السوايع في النهار، وبعض المرات اكثر. وتخيل معايا 3 ولا 4 ديال السوايع كتمشي من حياتك كل نهار. راه مع الوقت غتولي شهور وغتولي اعوام. راك الا جلستي وحسبتيها مزيان مع الوقت راه ما كتبقاش غير ساعات، راه كتولي نهارات اللي كيضيعوا من حياتك، كتولي شهور كيوليو اعوام. حسب معايا مثلا انك كدوز غير 3 ديال السوايع في النهار قدام التليفون. 3 ديال السوايع راه لا موين، راه كاين الناس اللي كيدوزوا اكثر. انت دابا اللي كتفرج فيا كنظن انك الا مشيتي قلبتي شحال كدوز ديال الوقت في ليكرون غتكون على الاقل 3 ديال السوايع. دونك حسب معايا 3 ديال السوايع في النهار من هنا 10 سنين راه غتولي تقريبا عام و3 شهور. تخيل معايا عام و3 شهور من حياتك ضيعتيهم ما كدير فيهم حتى شي حاجه. عام و3 شهور، تخيل واش كتخيل ولا ما كتخيلش؟ عام و3 شهور غير مريح شاد التليفون ولا ناعس ولا شوف شنو كدير وشاد التليفون. واش عرفتي شنو تقدر دير في عام ونص ولا عام و3 شهور؟ واش عرفتي شحال من حاجه تقدر دير، شحال من حاجه تقدر تتعلم، شحال من كتاب تقدر تقرا، شحال من لغه تقدر تتعلمها؟ انا بعدا فاش درت هاد الحسبه ماشي تخلعت، وانما تخلعت وحسيت بالشمته بجوج. تخيل معايا شنو كنت نقدر ندير في هاد العام ونص ولا عام و3 شهور اللي ضيعت من حياتي. عام و3 شهور صاحبي راه تسطى، راه خيب من الحبس. راه مازال الحباسه واقيلا كيتمشاو وكيدويو كيقدروا يقراو ويتعلموا واش يصنعوا في داك الحبس. انت راك جالس عام ونص جالس دير بحال هكا طالع نازل طالع نازل، والو ما كيتزادك فيها حتى شي حاجه. المهم هنا فهمت ورديت البال باللي راه ماشي انا اللي كنستعمل التليفون، ولكن راه التليفون اللي كيستعملني انا. هنا قررت نتحرك، نرياجي ندير شي حركه، ما نبقاش غير جالس كنتفرج في عمري كيضيع مني. في الاول بديت غير بشويه مثلا ما بقيتش كنهز التليفون بالليل قبل ما الناس ولا في الصباح فاش كنفيق. واخا راه صعيب انك تحيد واحد العاده بالزربه بين عشيه وضحاها، ولكن فوالا كي قلت لك راني حسيت براسي فريمون تشمت وخديت الموضوع بجديه. صافي من الغد ليه ما كاينش. كنفيق الصباح كنوض كندير شي حاجه قبل ما الناس، سواء كنقرا شي لعبه ولا كندير شي حاجه. المهم كنسى التليفون واحد نص ساعه على الاقل قبل ما الناس. ديزاكتيفيت لي نوتيفيكاسيون باش ما يبقاوش يفكروني في التليفون. بزاف ديال الناس غايقول لك لا بالعكس، الا درتي هذا البلان هذا غيبقى يجيك الفضول وتبقى تطل ياك ماشي واحد صيفط لك شي لعبه وغترجع تدخل التليفون وبحال كتخوي الماء في الرمله. ممكن يكون عندك صح، ولكن انا هذا البلان بالعكس عاوني درتو وما بقاش كنطلع التليفون. وما نكذبش عليك في الاول راه جاتني صعيبه، سيرتو كنت كنبقى جالس كيجيني الملل وكنتفكر التليفون. والمشكل انني حتى فاش كنت كنكون جالس مع الناس كان كيجيني الملل وكنبغي نمشي نهز التليفون. ما عرفتش واش داك لو مونك ديال التليفون، ديك البليه هي اللي كتخلي لي ديك الاحساس ديال الملل باش نمشي نقلب على التليفون نهزو ولا شنو. تخيل معايا مجمع مع الناس جالس كدوي وسط الناس وفي نفس الوقت كتحس براسك محتاج تهز التليفون باش تعرف حتى لاين درجه التليفون ولا كيتحكم فينا. المهم باش نختصر لكم وما تجيش الفيديو طويله، ساليته انني حيدت لي ريزو سوسيو من التليفون، وغادي نخلي لكم الفيديو اللي كندوي فيه على تجربتي 30 يوم من بعد ما حيدت مواقع التواصل الاجتماعي في صندوق الوصف. المهم اللي بغيتك تعرف المشكل ماشي هو التليفون، ولكن الطريقه كيفاش حنا كنتعاملوا معاه. ولسوء الحظ الا ما كنتيش كتعرف تتعامل معاه فراه يقدر يسرق لك شهور واعوام من حياتك، يقدر ياخذ لك جزء كبير من حياتك. هذا ما كنتمنى ان لا فيديو تكون عجباتكم وتكون انسبيراتكم ولا فاتكم بشي حاجه. نتلاقاو في شي فيديو اخرى ان شاء الله. تهلاو.